الشاورما في الفرن بجد طلعت حلوة جدا، انا اول مرة اجربها بس بجد فظيعة. عندي الشاورما متبلاها، وعندكم التتبيلة موجودة على الصفحة، تتبيلتها تحفة. هنزل عليها بالخضار، عندي فلفل مقطع وطماطم برضو جوانح كده، وبصل جوانح حطيته مكان خلطة الشاورما، وقلبت ونزلت كل ده على الشاورما، وهقلبهم كويس جدا مع بعض. واهم حاجة في كل ده التتبيلة نفسها. وبفرد كده الخليط، بنزل عليه برشة فلفل ورشة ملح عشان بس الخضار، لكن الشاورما كده كده متبلة بكل التوابل بتاعتها. وبقلبهم مع بعض وبفردهم كويس في الصينية. اهم حاجة افردهم كويس وتكون صينية واسعة. وبرشها رشة زيت صغيرة خالص، ودخلها الفرن على الصاج على درجة حرارة عالية. وكل ربع ساعة بقلبها، هي بتشرب ميتها، بتنزل مية بتشربها وبتستوي. وممكن تحطيها تحت الشواية تاخد لون بسيط. وعملت جنبها شيبسي بيتي زي ما انتم شايفين، تحفة جميل جدا. جربوا بجد الطريقة دي، خفيفة ولذيذة وهتعجبكم.